أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. سيتي ستارز أعلنت عن وجهتها الجديدة في القاهرة في منطقة القطامية في التجمع باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، وهيكون النسخة الأحدث من مول سيتي ستارز في مدينة نصر، وهيقام على مساحة 33 فدان. شركة PRE تقيم شراكات مع 8 علامات فندقية عالمية لتعزيز محفظتها الاستثمارية ب 10,000 غرفة فندقية في كل مشاريعها في القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي. بدأ الحجز في المرحلة الثانية من مشروع لاجونز العالمين من شركة موديل المصرية في مدينة العالمين الجديدة، شاليهات بأسعار تبدأ من 3 مليون و300 ألف، التقسيط يصل إلى 10 سنين. شركة نيو إيفنت تعلن عن طرح مشروعها الرابع في العاصمة الإدارية الجديدة في حي R8 بسعر متر يبدأ من 26 ألف جنيه. سلام بروبرتيز تعلن عن إنهاء تنفيذ أكاديمية ريال مدريد لكرة القدم في مشروعهم ذا ريزيدنس في التجمع الخامس. تحالف مصري سعودي بين شركة باراجون وأدير لإطلاق مشروع سمو بوليفارد في مستقبل سيتي باستثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه، والمشروع هيضم 3 فنادق عالمية وخطة لتنفيذ 1500 وحدة سكنية وفندقية. وأخيراً هشام عبد الخالق الرئيس التنفيذي لمجموعة سين سينما يشارك المخرج طارق العريان لإنشاء سين سينما داخل مشروع يالو لين من شركة أوربن لينز الكويتية في التجمع الخامس. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية، واستنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.